كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم بالخير يا رب. الحلقة بتاعتي النهاردة تقيلة ومليانة تفاصيل، ومعلش الفيديو بتاعي طويل شوية، بس تفاصيله حلوة وطعمة ولذيذة وتستاهل التعب بتاع النهاردة. حصري والأول مرة طاجن الورق العنب بالكوارع أعمله على القناة بتاعتي وعلى اليوتيوب نفسه، محدش عمله، حصري لأول مرة. صلوا على النبي، متبخلوش عليا بلايك وكومنت، وصلوا على يشفع فيكم. معايا مادة دهنية ايا كان بقى، زيت، سمنة، انا حطيت زبدة. نبدأ نشوح الكوارع بتاعتنا بعد ما غسلناها كويس. تمام. شوحيها كويس لغاية لما تاخد لون. معايا مية فيها ملح وكمون، حطها تسخن. هنبدأ ننزل على الكوارع بتاعتي بورق لورا، حبهان، جوز الطيب، اللهم صل على النبي، المتاح عندك حطيه. انا ما تحدديش على البهارات بتاعتي. تمام. شوربة الكوارع بتاعتك ديت انت اللي بتحدديها. تلاقي شوحي كل الحاجات الحلوة دهيت دقيقة ولا حاجة، وانزلي عليها بالمية بتاعتك. خليها بقى تشتغل ايه مع نفسها. نقلتها فين؟ على عين تانية، وهنبدأ نحط المية والكمون والملح اللي انا اتكلمت فيها. نبدأ نسلق ورق العنب بتاعنا. سلقنا ورق العنب بتاعنا، هنبدأ نعمل الصلصة بتاعت الايه، بتاعت المحشي. بصلة، توم، معلقة توم، زيت حطيت. ابدأي شوحي كل الحاجات الحلوة دي. انزلي بالطماطم بتاعتك، تكوني ضربها فين؟ في الخلاط بتاعك. تمام. خطوات بسيطة وسهلة، اعمليها بالخطوات دي. بصوا مش هتبطلوا تعملوها. حطي معلقتين بقى صلصة، وابدأي بهار الايه، الطماطم بتاعتك، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، شوية شطة، تمام، شوية كزبرة ناشفة، شوية ملح، شوية معلقة سكر عشان تظبط الايه الطعم وتدي مزة للايه للصلصة بتاعتك اهوت. وسيبيها تتسبك مع نفسها اهوت. متنسيش تصلي على اللي يشفع فيكي وكومنت حلو منك ولايك، وعارفين انتي من انهي مكان. هنعمل بقى ايه؟ الخلطة بتاعت البمبار. انا بقطع البمبار زي ما حضراتكم شايفين كده، طماطم وبصل والخضره. بقطع الطماطم على ايدي والبصل على ايدي، ما بضربش اي حاجه في الخلاط، كل ده على ايدي. ونزلت بكيس رز. تمام. ونحط نص كوبايه زيت، ونحط نص برطمان صلصه عشان نحمر الايه القصه دهية. تاني، بقطع طماطم، بقطع بصل، بحط الخضره اللي هو الشبت والبقدونس والكزبره، وبحط نص برطمان صلصه ونص كوبايه زيت. تمام. دي لخلطة الممبار يا جماعة. وبتبدأي تحط البهارات بتاعتك اللي هي ال7 بهارات: الملح، الفلفل، الكمون، شوية جوز الطيب، روزماري، زعتر، الكلام الحلو دهوت. وشم احلى ريحة واحلى تتبيلة للايه للممبار اهوت. حطيت شوية صلصة تاني، حسيت ان الصلصة ما كانتش حلوة، نوعها ما كانش حلو، مكانتش عاملة معايا لون. بس الحمد لله ادت معايا لون بعد ما خلصت البطرمان عليها يعني. تبدأي قلبي كل الحاجات الحلوة دهيت. يبقى احنا عملنا خلطة المحشي وعملنا خلطة الممبار، ودلوقتي هنسلق الممبار بتاعنا. معايا مية هحط فيها معلقة صلصة، نحط شوية كمون، شوية ملح. ونحط وسط ورق لورا. تمام. واللهم صل عليك يا نبي. اول ما تغلي ننزل بالايه، بالبومبار بتاعنا، وما تقلبوش فيه كتير. بصوا الكوارع انا بقلبها هي ما فيهاش زفار ولا ريم ولا اي حاجه، بدل انت بتديها صدمه. هنا بوريكم الايه خلطه المحشي اللي انا حطيته الرز والكلام ده هوت. اللهم صل على النبي. هنا الممبار تحطيه في الميه وما تقلبيش فيه كتير عشان ما يفرقعش. والحمد لله في كام واحده فيهم فرقعت. ده مش عيب حشو، انا والله العظيم مفضي يعني ما بملوش قوي، بس ده بيبقى عيب تنظيف. بيبقوا منضفينه زيادة عن اللزوم، بتبقى السمك بتاعه رقيق جدا، هو اللي بيبقى سبب في الايه
في في الانفجار. هنا هنعمل بقى الايه الصلصة بتاعت الفتة. معايا معلقة توم، معايا معلقة سمنة. هنحمر كل القصة الحلوة دي مع بعضيها، ننزل بالخل تمام، ونديها غلوتين، وبعد كده ننزل بالطماطم بتاعتنا تمام. وهنبدأ نبهر بردك الايه قولوا معايا، هنبهر الصلصة بتاعت الايه الفتة. هو كان يوم النهاردة كان كله يعني مش عارفة. هنحط السبع بهارات والملح والفلفل الاسود، واللهم صل عليه، ومعلقتين كده سكر عشان الخل، ونسيبها، ومعلقتين صلصة، ونسيبها تتسبك بردك مع نفسها. نبقى احنا كده خلصنا الايه الصلصة بتاعت الفتة تمام. هنا الكوارع بتاعتي استوت والحمد لله. هفصص كده كام حتة تمام كده، وهنقطعهم عشان نعمل الطاجن بتاع ورق العنب. احنا هنعمل ورق العنب في طاجن، اللي هي بطل الحلقة النهاردة، طاجن ورق العنب بالايه بالكوارع تمام. طبعا شمعة البيت كان نايم، ونورت البيت كان نايم، مرضناش نخبط عشان ننزل النخاع بتاع الايه بتاع الماسورة. بقيت قاعدة عفوا، بقيت قاعدة كده بهز فيها لغاية لما تنزل، مش راضية تنزل، لازم نخبط ونرزع. هنا اللهم صل على النبي هنعمل التتبيلة بتاعت الايه الكوارع، عشان ايه نتبلها. معايا بصلاية معلقة سمنة، هنصفرهم وهننزل بالايه بالكوارع، نشوحهم كده تشويحة حلوة تمام. نديها ايه تطعيمة من البصل، وهننزل عليهم دلوقتي بالايه بالسر بتاع المحلات وطواجن الايه ورق العنب، ده السر بتاعه. هتشوفيه دلوقتي. هننزل بكبشة صلصة بتاعة الفتة تمام. وشوحي يا فوزية وشمي احلى ريحة. اديها كده ايه غلوة، ما تطوليش عليها. معاكي ورق العنب طبعا اهوت، كنت عاملاه قبلها بيوم تمام. ومعاكي الطواجن بتاعتك، حطي بقى ايه معلقتين ايه كوارع من تحت، وبعد كده رز الايه الورق العنب بتاعك اهوت، الرصة اللي انت حباها. وبعد كده ادي معلقتين شوربة عشان تسوي الايه المحشي شوربة الكوارع دهيت. وابدأي حطي بردك معلقتين ايه كوارع كده من فوق. وبعد كده عندك فويل ألمونيا. انا عندي صحي يا جماعة، الفويل بتاعي ده صحي، عشان محدش يقول ايه الفويل مضر ومش مضر، لا في فويل صحي ما بتفاعلش مع الاكل. ابدأي بقى اكتمي ايه كل الحاجات الحلوة دي مع بعضها، وكوني مسخنة الفرن بتاعك، وحطي صينية عشان تحطي الطواجن دي فيها. وبعد كده ايه دخلي الفرن بتاعك، اول ما يتشرب الطاجن بتاعك افتحي عليه الايه الفويل بتاعه عشان ياخد الايه يكمل سواه. هنا هنعمل الرز الابيض بتاع الفتة. معايا معلقتين سمنة ساحت، نزلت بالمية، ورق لورا، حبهان، حطيت قولوا معايا قرنفل تمام. اول ما تغلي هنزل بالايه بالرز. هنبدأ هنا ايه انا نزلت تقريبا بالرز بس ما تسجلتش. نبدأ هنا نحمر الايه الممبار اهوت. هنا بقى معايا الايه العيش، هنديله ايه تشويحة كده بمعلقة سمنة كده زي ما انتوا شايفين. وهندي كده كبشة شوربة عشان يطري العيش بس مش قوي عشان ما يطراش، ومعلقة صلصة. وهننزل برضك بالايه بالرز بتاعنا. كان خلاص الدنيا تمام كده، خلصت كل حاجة تمام. نبدأ ننزل بالرز بتاعنا برضك اهوت، ونغرف الاكل بتاعنا. وصحتين وعافية على اللي هياكل. ويا رب اكون عند حسن كده ظنكم، يا رب كده تكونوا مستفيدين من الصفحة بتاعتي ومن الفيديوهات اللي انا بنزلها اهوت. كان اكلة آه يعني هقول لكم ايه، كانت جميلة وسهلة، وكانت قرفتها حلوة وما خدتش وقت. بس هي ما خدتش وقت بس خدت مجهود
انتوا فاهمين لما يكون في اطفال والكلام دوت، كان في مجهود، كانت عندي عزومة امي بتجيلي كل بتيجي بتفطر معايا، وربنا ما يقطعهاش عادة يا رب، وربنا يديها الصحة والعمر اهوت. وننزل كده بكبشتين ايه، صلصة. آه اللي عايز بقى صلصة يحط بقى، حطيت انا في طبق كده على جنب عشان انا بحب الصلصة كتير، عشان ما بوظش شكل الايه الحلة. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين.